الكلام اللي انا اديته هنا او الكلام اللي قلته لكم مش هو دستور الاتحاد الاشتراكي العربي ولا هو القانون الاساسي. بعتبر ان اللجنة المؤقتة، اللجنة التنفيذية العليا المؤقتة او اللجنة التأسيسية العليا المؤقتة هتعمل دستور للاتحاد الاشتراكي القومي او قانون اساسي ليه في كل التفاصيل، على ان يعرض هذا الدستور على مؤتمر الاتحاد الاشتراكي العربي لبحثه وبعد كده اصداره.